خلاص احنا احتفلنا على قدر ما نستطيع، وفرحنا على قدر ما نستطيع. التجمعات دي مضرة ليهم وللدولة ولينا. احتفلنا خلاص ورجعت ثورة، وعندهم ثقة ان شاء الله بدأنا. اسمح لي سيادة اللواء، هو التجمع مش بس بقدر الاحتفال او فهمي لاي تجمعات مستقبلية تحديدا ايام الجمعة، لها علاقة بفكرة الرسالة اللي بتبث للجميع بما فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة والناس إنه الشعب دائما جاهز، إنه إحنا موجودين. وصلت الرسالة ولا لا؟ يعني هم شاعرين إن الرسالة وصلت للمجلس الأعلى ولا لا؟ لازم يكونوا شاعرين، ولازم يكونوا شاعرين إن الإجراءات اللي بياخدها المجلس الأعلى إجراءات بمنتهى الدقة والحذر. انت دلوقتي يعني حضرتك بتقول كل يوم جمعه كل يوم جمعه عشان هتابع ايه؟ هل هو المجلس الاعلى عاوز متابعه؟ لا يا فندم، لا، هي مش موضوع مجلس الاعلى. لا انت حضرتك بتقول اتابع المطالب، اتابع المطالب. دعنا للعمل يعني واحنا بنقول بعد 9 ايام عمل اتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. اعتقد بعد اللي ما قعدتونا لغايه الساعه 2 بالليل مفيش محل لان انتوا انا بلقى لحضرتك يعني الكلام اللي هو التخييم بتاع زمان ده. احنا عايزين نعود بقى الى حياه طبيعيه، الحاله والناس تستمتع بالجو والحريه والديمقراطيه، وبلد تعيش من جديد. سيب بقى المطالب الثوريه العظمى. المطالب الثوريه دي ايوه هي اللي خلاص احنا خدناها وتعهدنا بتنفيذها لحد وهيحصل. ما احنا لحد ما نطمن. يبقى ده مفيش ثقه. لا، ما هو مش موضوع ثقه يا فندم. يعني انا بس بوجه كلامي للشباب ان بيتقال احنا بنتابع، وقفتنا في ميدان التحرير ما اعرفش يعني ليه مصرين على موضوع يوم الجمعه وبنتابع. فانا بطلب منهم ان هم رسالتهم وصلت، واللي هم عايزينه واكثر منه اتعمل، والقوات المسلحه هي من اسباب نجاح الثوره بتاعتهم. فبنقول لهم ارجوكم ان انتوا خلاص يعني مطالبكم وهنحققها المطالب المشروعه عشان تقدر الدوله تحقق كل اللي هي عايزاه، وكل الناس تستقر بقى في شغلها، والدوله تنتج وعجله التنميه تتحرك. فمش عايزين موضوع التجمعات اللي هي موجوده. والتجمعات اصلا احنا لو بنحب نيجي نقول التجمعات اصلا مجرمه قانونا، احنا ما بنحبش نقول التجمعات مجرمه، لكن لا احنا بنتعاون، ودول ولادنا ودول اخواتنا. فاحنا بس بنطالب ان هم بلاش التجمعات دي خلاص، عشان كل واحد الرئيس المصري وولاده دول مصريين. لا مصريين. هل مطلوب ان انا اخد اجراء ان هو يمشي خارج مصر؟ لا بيقول بؤره. لا ما هي بؤره. بتكلم مصر كانت تحكم من شرم الشيخ، وبالتالي يمكن سيادة بيرد على الاصوات. لا، في اصوات بتطالب بده يا استاذ. يعني في اصوات بتقول انه يجب اجلاءه عن يعني انا بقول هل هو مش مصري؟ هو مصري ويتمتع بالجنسيه المصريه. اذا كانت هناك اخطاء فاولى هذه يعني بنقول الاخطاء. بدا النهارده يقول قرار النائب العام بوضع كذا الفلوس والكلام ده كله، ده اجراء اتخذ. طبيعي جدا ان موضوع التامين كشخصيه واحد خدم 30 سنه البلد، يعني رئيس جمهوريه 30 سنه، فمش هتيجي تقول ايه انا هشيل عسكري اللي موجود قدام الباب. تعهدها وهي قوات مسلحة تستحق ثقة الشعب إنها هتنفذ كل المطالب المشروعة للشعب، وهي صادقة في ذلك. ده يعني بأطالب الشعب إن هو يدي الثقة للقوات المسلحة ويسيبها تنفذ هذه المطالب
بالاسلوب اللي تراه، لان احنا متعودين على ان الحاجة تتعمل في التوقيت السليم وبالاسلوب السليم، بحيث لا يعرض البلاد لأي مشاكل. يوم 11/2 يعني مسؤوليتنا الفعلية على الأرض بدأت من يوم 12/2 يوم السبت بعد تنحي بعد أيوة بالظبط كده. فمن يوم 12/2 لغاية النهاردة 9 أيام عمل. فيعني حضرتك بتقول بطء ازاي؟ يعني كيف يكون بطء وكل الحاجات اللي حصلت دي، عودة الشرطة التدريجية وعودة الأمن ومواجهة الاحتجاجات اللي حصلت وكانت بتهدد المصانع والمصالح الحكومية والكباري ومحطات الكهرباء. أنا بس عايز أقول حاجة، كل ثورة لها أعداء، والحمد لله إن شاء الله ربنا هيعيننا ونواجه الأعداء ثورة 25 يناير بدون إجراءات استثنائية، لأن دايما الثورات بتحارب أعدائها بإجراءات استثنائية، ودي إحنا مش عايزينها، وإن شاء الله مش هنلجأ لها. وأنا برضو من هذا البرنامج بوجه لكل من تسول له نفسه. أنا في ناس كتير وإحنا كلنا عارفينهم، اللي متخيل إن الدور جاي عليه إنه ما عرفش عمل إيه وخد إيه وجاب إيه. يعني يحاول يفسد الثورة، ما يحاولش في العيون مفتوحة. طيب، عندي تسجيل لعضو مجلس الشعب حزب وطني قال انا انفقت 7 مليون على الانتخابات وما تمتعتش بالحصانه، والله أنا بقول انفق 7 مليون عشان ابوظ. قدم فيه هو احد ابطال معركه الحمير او الجمال او